مصر ترفض مخططات إسرائيل. العرب يتكاتفون من أجل منع تهجير الفلسطينيين، وتل أبيب تدفع بقوة، ومصر تضع شروطها لفتح معبر رفح وتجبر تل أبيب على الموافقة، وتل أبيب تبدأ حرب التصريحات الإعلامية. فبعد أن سعت لموافقة مصر على فتح المعبر، اليوم تعلن عدم السماح بعبور الفلسطينيين أو الأجانب من المعبر. والجامعة العربية تعلن عن هدنة إنسانية قريبة الحدوث. ومصر تصر على مواصلة العمل في ملف وقف إطلاق النار. ودعما لفلسطين، الآلاف يخرجون في شوارع نيويورك اعتراضا على غارات تل أبيب. ومع القصف العنيف ارتفع أعداد القتلى في غزة إلى ما يزيد عن 2000، وتل أبيب تقصف المستشفى الأردني في القطاع. فماذا حدث؟ مصر تفشل مخططات تل أبيب في قطاع غزة، وهدنة إنسانية قريبة الحدوث، وكارثة تحلق فوق رؤوس الفلسطينيين. بعد أن أعلنت تل أبيب عن رغبتها في دفع الفلسطينيين في قطاع غزة نحو معبر رفح المصري بهدف توطينهم في سيناء المصرية، إلا أن مصر كانت لهم بالمرصاد وفضحت مخططاتهم في إفراغ القطاع من ساكنيه أبناء فلسطين، ورفضت هذا المخطط. وعلى الرغم من مساعي أمريكا من خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لتل أبيب ومحاولته التأثير على القرار المصري، إلا أن مصر لا تزال ثابتة على موقفها. وعلى الرغم من سعي الولايات المتحدة لعبور الأجانب أو مزدوجي الجنسية من خلال معبر رفح إلى سيناء، ومن ثم نقلهم إلى بلدانهم عبر الأراضي المصرية، إلا أن الحكومة المصرية كانت صاحبة قرار قوي في التصدي لمخططات تل أبيب. وبعد أن رفضت تل أبيب السماح لدخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المصرية والعربية إلى القطاع، وبعد تهديد تل أبيب باستهداف تلك الشاحنات، إلا أن الإدارة المصرية اتخذت موقفا قويا، حيث أكدت أنها لن تسمح بعبور أي من الأجانب أو مزدوجي الجنسية من الأراضي الفلسطينية إلى رفح وسيناء المصرية، إلا بعد السماح بعبور شحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقال شهود عيان إن الرعايا الأجانب انتظروا عدة ساعات أمام المعبر دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا، ورفضت السلطات المصرية أن يكون المعبر مخصصا لعبور الأجانب فقط، وإن الموقف المصري واضح، وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة. إلا أن تل أبيب بدأت في حرب إعلامية، فبعد لهاثها من أجل موافقة الجانب المصري على فتح المعبر أمام اللاجئين الفلسطينيين ومن بعدهم مزدوجي الجنسية، ورغم رفض مصر لهذا المطلب، إلا أن تل أبيب قطعت إسرائيل الشك باليقين، نافية كل ما أثير خلال الفترة الماضية عن ممر آمن عبر معبر رفح لخروج المدنيين أو عدد من المواطنين الأجانب. وقالت لا عبور من غزة إلى مصر حاليا. ليؤكد محللون أن تل أبيب تسعى للقيام بحرب عالمية في السياسة العالمية وبخاصة المصرية، وذلك لاستمالة الجانب المصري من أجل فتح ممر آمن لعبور اللاجئين ومن بينهم مزدوجي الجنسية عبر معبر رفح ومن ثم إلى سيناء. ومن جانبه أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنه من الممكن أن تدخل هدنة إنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ قريبا، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة في إيصال المساعدات لقطاع غزة. وأضاف أن الجامعة العربية ستستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي غدا الأحد للمشاركة في حوار سياسي بشأن غزة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تهدف لعملية تعبئة للموقف السياسي الداعم للقضية الفلسطينية. هذا وفي خلال لقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر أكثر الدول حرصا على إعادة السلام والهدوء إلى قطاع غزة، مضيفا أن مصر ستواصل جهودها الرامية لوقف القتال واستعادة الفلسطينيين بالقطاع إلى مساكنهم. وطالب شكري خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظير تركي هاكان فيدان بالقاهرة بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في التعامل مع المدنيين داخل القطاع.
لتبدأ المظاهرات العارمة في نيويورك الأمريكية، وهو ما كانت تخشاه الإدارة الأمريكية تطور تل أبيب إلى مزيد من العنف، ما قد يدفع الكثير من الشعوب إلى التظاهر ومن ثم الإضرار باقتصاد تلك الدول. لذا كان شرارة تلك التظاهرات المنددة بالعنف في قطاع غزة من مدينة نيويورك الأمريكية، حيث تظاهر الآلاف أمس الجمعة في وسط مدينة نيويورك للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتنديد بدعم الولايات المتحدة للدولة العبرية، معبرين في الوقت نفسه عن مخاوفهم في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية في شارع برودواي على مرمى حجر من تايمز سكوير. ومع استمرار عملية تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد القتلى لدى الفلسطينيين ل 2215 مواطنا، منهم 724 طفلا و458 سيدة، وإصابة 8714 مواطنا آخر بجراح مختلفة، منهم 2450 طفلا و1536 سيدة. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة السبت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 324 مواطنا، منهم 126 طفلا و88 سيدة، بالإضافة لإصابة 1018 آخرين بجراح مختلفة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب بيان مقتضب للصحة الفلسطينية في غزة. ومع استهداف تل أبيب للبنية التحتية بالقطاع، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء والمياه، وبدء دراسة ومشاورات حثيثة لمساومة قطاع غزة والمقاومة من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في مقابل سماح تل أبيب بتوصيل المياه والكهرباء إلى القطاع. ووفقا لوسائل إعلام أردنية، خرج المستشفى الميداني الأردني في غزة عن الخدمة بشكل تام السبت من جراء القصف الإسرائيلي المكثف على المناطق المحيطة به. وذكرت قناة المملكة الأردنية أن أضرارا ألحقت بالمناطق المحيطة بالمستشفى الميداني الأردني في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، وقطعت الطرق المؤدية إليها. وأضافت أن أضرارا لحقت بالمستشفى نفسه في غزة جراء الضربات الإسرائيلية في الحرب التي دخلت يومها الثامن، وهو ما نظر إليه خبراء ومحللون بأن قطاع غزة بات يعاني أزمة إنسانية حادة، فما بين تهجير وتشريد للمواطنين، بالإضافة إلى تدمير المستشفيات وانقطاع كامل للكهرباء ومحطات المياه.